النهاردة جاية لكم فيديو مختلف تماما عن كل مرة أنا بتكلم معاكم فيه. النهاردة فيديو عروستنا، فرش مطبخ عروسة اتفرش مرتين، مرة من أهل العروسة وللأسف ما عجبش عروستنا، فاضطريت إن أنا أعيد عليه تاني. نزلنا كل الفرش من أول وجديد، فرشنا مطبخ العروسة من أول وجديد. طبعا انتوا عارفين إن الصيني ده معروف طبعا بيتحط في النيش. هما كانوا حاطين لها الصيني في المطبخ والطقم الأركوبال، كل حتى الكوبايات ازاز انا طلعتها بره في النيش ودخلت مكانها كوبايات تانية. ودي كانت رصتهم برضو للكاسات والكوبايات اللي هي كانت هتستخدمها. إيه ما شاء الله، زي ما انتم شايفين كانوا حاطين لها كوبايات وحاجات للاستخدام. كل الحاجات دي انا نزلتها وعدت الرص تاني من اول وجديد. هنا كانوا حاطين لها الطقم الاركوبايركس، نزلته حطيته مكان الطقم الصيني. وهنا برضو في الوحدة دي كانوا حاطين لها علب التلاجة. هنشوف مع بعض بعد التعديل المطبخ بقى عامل ازاي. يا جماعة والله العظيم مش شكرانيا في نفسي، زي ما بيقولوا كده ادوا العيش لخبازه. هنا كانوا حاطين لها البلاستيكات اللي هي حاجات البلاستيك والطواجن الفخار والحاجات دي. في الوحدة دي بقى كانوا حاطين الطقم الجرانيت والطقم الاستانلس. انا فضلت سايباه اللي يعتبر الضلفة دي والاجهزة الكهربائية زي ما هي، بس عدلت فيها حاجات بسيطة جدا. هنا كانوا حاطين لها صواني التقديم والازاز المية وبقية البلاستيكات وشنطة المعالق وشنطة السكاكين. طبعا انا شلتهم برضو من المطبخ وحطيت شنطة المعالق في النيش بره. هنا برضو حطيت لها هنا هم كانوا حاطين لها، مش انا، معلش اتلخبطت لان دايما متعودة اقول انا حطيت كذا كذا. هنا بقى اكبر كارثه هم عملوها المطبقيه. مش عارفه المطبقيه دي بصراحه رصوها ازاي، لو لاحظتوا الاطباق جوه بعضها. طب هي هتستخدمها ازاي؟ عايزاكم بقى تركزوا معايا تركيز جامد كده في المطبخ بعد الفرش عشان تشوفوا الحاجات كتير اللي احنا عدلناها. طبعا دي الرفايع انا ظبطتها برضو وشلت حاجات وحطيت حاجات وكده. ده كده كان شكل المطبخ اللي هم فرشوه. تعالوا بقى مع بعض نشوف المطبخ بعد ما انا نزلته وعدلته تاني من اول وجديد. ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك لها يا رب. هنا بقى الفرش بتاعي انا. بعد ما عدت على المطبخ العروسة طلبت مني ان انا افرش لها الشقة كلها. هي والدتها. طبعا انا رصيت المطبخ وفرشت لها دولاب النوم والاطفال. هتستنوا بقى تشوفوا تفاصيل الشقة كاملة، هجيبها لكم في أقرب وقت بإذن الله. هنا حطت لها بقية الكوبايات، وطبعا فاكرين الطقم الأركوبايركس كان محطوط فوق، نزلته لها هنا يبقى قريب من إيديها. والصيني طلعته بره في النيش. هنا برضو لو افتكرتوا الكوبايات والحاجات اللي هم كانوا حاطينها، أنا شلت حاجات وحطيت حاجات تانية برضو من ضمن الكوبايات من الضلف التانية ما شاء الله. وهنا الأجهزة الكهربائية دي الوحدة أنا سبتها زي ما هي، بس عدلت فيها حاجات بسيطة جدا. وهنا بقى فوق كان الطقم الاركوبايركس، حطيت الطواجن البايركس والطواجن البورسلين. وهنا حطيت الطقم الميلامين. ما شاء الله تبارك الرحمن، ربنا يبارك لها ويساعدها ويهنيها بحاجتها يا رب. اكيد طبعا انتوا شايفين فرق واضح في الفرش بتاع المطبخ. ما شاء الله، يعني عايزه اقول لكم حتى التنظيم الحاجه في الادراج اتنظمت حلو جدا. ربنا يبارك لها ويساعدها ويهنيها. والله انا مش بعدل عليهم، تسلم ايديهم بجد، وشكرا على المجهود اللي عملوه الجامد ان هم فتحوا الحاجه وحاولوا ان هم يرصوها. هنا حطيت لها علب التلاجة اللي كانت في الوحده فوق، وتحت حطيت لها كل البلاستيكات. الضلفه الكبيره بقى اللي كان فيها البلاستيكات الاول لو تفتكروا، اللي هي الحاجات البلاستيك دي، سيبنا لها الوحده دي للخزين لان مامتها قالت لي عشان تاخد خزينها كله. وهنا الطقمين الحلل دول كانوا في الضلفة الأولانية خالص جنب البوتاجاز، نقلتهم أنا هنا. ده طقم صاج قلبه جرانيت وحطيت لها صواني الكيكة والقلايات بتاعتها. وهنا دي تعتبر برضو الضلفة ديت زي ما هي، ظبطت فيها حاجات بسيطة، حطيت بس زودت الحاجات اللي استلس، المصافي اللي استلس والحاجات اللي استلس. وحطيت طقم الكنك، فحطيت كل حاجة مع بعضها تخص النوع اللي هي فيه. هنا بقى المطبقية واضح جدا الفرق لو تفتكروا المطبقية الأول كانت عاملة ازاي. بصراحة كانت حاجات كتير فوق بعضها. هنا حطيت لها طقم العشاء البورسلين وشلت الميلامين خالص، حطيت لها كوبايات للاستخدام مية وعصير. انتظروا بقى تفاصيل الشقة كاملة. سلام عليكم.